عربي من الموصل، أصوله البعيدة من المدينة المنورة حسب سيرته المخطوطة بخط يده. غادرت أسرته المدينة في أواسط القرن العاشر الهجري، واتجهت صوب العراق، وأقامت هناك في نينوى الموصل. فيه من طباع المدينة التي أنجبته الكثير، فهو دقيق عصامي صارم حازم منضبط، يحترم الزمن. إذا عهدت إليه مهمة لا يهدأ له بال حتى يتمها على أحسن الوجوه. ولد شنشل في الموصل في محلة الشيخ محمد عام 1920. أكمل الكتاتيب وحفظ القرآن، ثم التحق بالمدرسة. أنهى الابتدائية في مدرسة الوطن، وأنهى المتوسطة والثانوية في المدرسة المركزية. التحق بالكلية العسكرية في بغداد، وبعد ما أكمل الكلية العسكرية الحقيقة في فترة قصيرة تزوج من بنت عمة والدتي، وهذا في 1941. عام 1921 وفي السادس من كانون الثاني جرى تأسيس الجيش العراقي بعد تشكيل أول حكومة عراقية برئاسة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن الكيلاني. ثم جرى تنصيب فيصل بن الحسين نجل شريف مكة ليصبح ملكا على العراق عام 1921. بدأ تأسيس الجيش العراقي ب10 ضباط، وأنيطت رئاسته بالفريق جعفر العسكري وزيرا للدفاع العراقي. نواة هذا الجيش كانت من الضباط العثمانيين المحاربين ضمن الثورة العربية عام 1916، وكانت نواة الجيش الأولى من الضباط ذوي الميول القومية. في الثاني من أيار عام 1935 نصب فيصل الثاني ثالث وآخر ملوك الأسرة الهاشمية، نصب ملكا حيث حكم حتى عام 1958، وكان خاله عبد الإله وصيا على العرش، فيما كان نور السعيد هو الذي يدير الدولة العراقية. في 27 من شهر كانون الأول عام 1938 دخل شنشل الكلية العسكرية، وتخرج فيها في 31 من كانون الثاني عام 1940. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربى حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النامية. عام 1948 وفي المرحلة الثانية منها دخلت وحدات من الجيش العراقي النظامي في حرب فلسطين في 15 من أيار من تلك السنة عن طريق جسر المجامع، واشتبكت الوحدات مباشرة مع الجيش اليهودي. كان طول الجبهة يزيد عن 110 كيلومترات. فقدت القوات العراقية فيها 131 شهيدا، عوضا عن مئات الجرحى الذين سقطوا على خطوط الجبهة الطويلة التي تواجد فيها المتطوعون العراقيون
في مجد اليابة وكفر قاسم وطول كرم وقلقيلية وعارة وجنين. شنشل وقواته كانوا هناك. وعن رفاق حارتي أبحث عن. كان من الضباط البارزين هو وعبد الكريم قاسم رحمه الله، وكانوا كثير من أهل فلسطين الذين ربما ما زال البعض منهم حيا حتى الآن يتذكرون دور هذين الجنديين. إلى فلسطين خذوني معكم. في حرب 48 والدي كان آمر بطريقة مدفعية أو مساعد آمر كتيبة مدفعية مع فريق أول عبد الجبار شنشل. وصل مرحلة على الأجهزة اللاسلكية دخلوا الإسرائيليين حسب ما تسمع من أصدقاء والدي في حينها، يعني قاموا يغيروها إلى اللغة الكردية، قاموا يتكلمون مع بعضهم مع ضابط الراصد من قبل الكتيبة أو من قبل مساعد والدي إلى اللغة الكردية. كان هذه الطريقة يعني عبد الجبار شنشل هم كان آمر بطريقة اللي سامعة من عنده شخصيا في وقت يعني ويا والدي لما كانوا يتذكرون الأيام، يقول تتذكر واي مرة ما كنا نعرف شو تقولون أنتم، لأنه على الجهاز ماله موجود الجندي أو العريف ما كان يستوعب شنو الحكي، إلى أن جابوا له دزوله عريف كردي حسب ما فهمت يقعد على الجهاز عمود يترجمون اللغة الكردية خلال الفترات الرمية مع المدفعية. عام 1949 دخل كلية الأركان الدورة 15 وتخرج منها في 9 أيار عام 1951، ثم نسب إلى كلية الأركان مدرسا فيها عام 1957. شنشل من مؤسسي كلية الأركان الأردنية، حيث انتدب واعتمد للتدريس فيها. عنده وسام من جلالة الملك حسين الله يرحمه بمشاركته الجدية أو الفاعلة جدا في تأسيس كلية الأركان الأردنية. يعني قبل هذا الوقت ما كان موجود هناك كلية أركان أردنية، إنما عندما كان هنا كان كملحق عسكري معاون ملحق عسكري وملحق عسكري بسنة 1957 كان يشغل نفسه أيضا إلى جانب وظيفته العسكرية وظيفته الدبلوماسية ممكن أن نسميها، كان شارك في تأسيس كلية الأركان الأردنية.